ومن قلب الحدث، من قلب الكلام عن الأهداف والإنجازات، وإزاي تدخلي 25، وإزاي أهداف، وإزاي نعمل بلانر، وإزاي يبقى عندك الأجندة بتاعتك والخطة ال3 شهور الأولانيين، ولا نص السنة، لا 3/4 السنة، لا آخر السنة، وإحساس بالإحباط ما بين إن 24 ماشية وما حققتش أهدافي، وما بين 25 جاية. طب اللي عملته في 24 ما هو هيعدي معايا ال25. من قلب كل ده أنا بقولك وبقولك نهدى شوية، نهدى شوية. الحياة أبسط من كده بكتير. لازم نكون بنتزكى، ولازم نكون بنعمل حاجة في حياتنا مفيدة، وربنا يحاسبنا، وربنا هيقول لي انت مديتك وقت، واديتك عمر، واديتك ادوات، واديتك امكانيات وعقل وكل حاجة، ما عملتش ليه، وما حققتش ليه، وما طورتش نفسك ليه. ده كله امر مسلم بيه، بس بلاش الحركة بتاعت ان احنا بيداس علينا في وسط المعمعة. يعني أنا أعرف ناس بيجيلها في نهاية السنة وبداية السنة الجديدة، في الفترة بتاعت شهر 12 أو أواخر السنة، إحباط رهيب. إحباط بيخليها تدخل السنة الجديدة وهي مش عايزة تعمل حاجة، تحت بند إن ما أنا كنت معايا السنة اللي فاتت عملت إيه؟ ما خلاص اللي راح، اللي فات. 24 عدت، ما تعدى 24. 25 جاية، ما تيجي يا أهلا وسهلا 25. إيه المشكلة؟ نبدأ بالحاجات البسيطة في حياتنا. والله لو عدت سنة كاملة وانت بس بتظبط انك تعود نفسك على عادة انك تظبط صلواتك وتركز في صلاتك، كفى بها كده بس. كده بس. لان اصلا العادات احنا بنستهون بالعادات، احنا بنتعامل مع العادات دي على ان يا ده نتعلم كذا، ايه المشكلة؟ لا، كل شيء في الدنيا ينفع يبقى عادة محتاج ان هو يترسخ جوايا قبل ما انقل على غيره، ومعدش كذا عادة مع بعض. احنا لازم نمشي مع نفسنا بقانون اللطف. ربنا اسمه اللطيف، ومن معاني اسم الله اللطيف ان ربنا سبحانه وتعالى كان قادر ان هو يخلق السماء والارض في في لا وقت، اصلا مفيش زمن، عنده القدرة كن فيكون. ولكن الله سبحانه وتعالى خلقه في 6 ايام. الكون اتخلق في 6 ايام. ده ربنا قصده ايه من كده؟ قصده يقولك تلطف، تدرج. اللطف والتدرج وجهان لعملة واحدة. فلو في حاجة أنا عايز أعملها، عادة عايز أدخلها لحياتي، وليكن عادة شرب المية. جميل الكلام عن شرب المية، وفي ابليكيشنز دلوقتي ازاي انبه نفسي واظبط نفسي واقسم المية وحاجات كتير. اوكي، فانا لو عدى بيا وقت من الزمن بظبط ان انا ادخل عادة المية في حياتي وامشي كده فترة، حلو قوي. ما نستهيفش ونستسهل العادات البسيطة. العادات البسيطة دي هي اللي بتبني الشخصية. ما يغركش بقى الكارير، وما يغركش الناس اللي بتتكلم عن الأهداف والإنجازات وخاصة الستات. يا جماعة ما يغرناش الكلام. تبقيش عاملة في نفسك كده. يعني بتبصي حواليك تلاقي فلانة بتشتغل، فلانة بتحقق كذا، فلانة عرفت تعمل كذا، وأنا مكاني ده نعمة، وكوني أتحرك منه أتحرك بالراحة. ماليش دعوة باللي راحوا واللي عملوا واللي سووا. أنا ماليش دعوة بيهم، أنا ليا دعوة بحياتي، بإمكانياتي أنا. وأبدأ حياتي بالراحة، أبدأ عام جديد بالراحة. يعني من أكتر الحاجات اللي عودت نفسي عليها من 2 بالظبط، بعد بقى ثورة الإنجاز، إن البني آدم الكلام عن الأهداف، فيديوهات كلها تخلي البني آدم يدخل في الطريق ده ويدوس ويداس عليه للأسف. لأن احنا أكتر حد بيدوس على نفسنا. أكتر حد بيدوس على نفسك هو انتي. أكتر حد بيدوس على نفسك هو انت. إنك
نمشي في هوجة، معلش يعني هوجة بداية العام ونهاية العام، هوجة الأهداف، هوجة يعني أنا ببتدي أراقب كده الفيديوهات بتاعت نهاية السنة، فيديوهات كتير عن البلانرز اللي هي اسمها ايه، الأجندات، يعتبر فيديوهات بأسعار فلكية. ايه الأسعار دي وايه الهجوم الرهيب ده؟ هشتري بلانر، المشكلة مش في البلانر، المشكلة مش في الستيكرز والحاجات اللي بتتجاب، ولا الملصقات، ولا مش عارف لوحة الفيجن بورد، ولا مش دي مش هو ده الأصل. الأصل إن أنا أكون مرتب دماغي وعارف قدراتي وقادر أدير إمكانياتي، وأدخل على نفسي بالحاجة واحدة واحدة، بالعادة واحدة واحدة، وأتقي الله في نفسي. وإن لما يخش عليا، لما أجي داخلة عام جديد أو على حاجة جديدة، بالراحة، ونتعلم الهداوة، نتعلم نسمع بهدوء ونتكلم بهدوء، نتعلم إن احنا لما نفتح على اليوتيوب ولا على الفيس الفيديوهات الطويلة ما تقلبهاش. عود نفسك إنك حتى لو خدت جزء منها ما تستسهلش الفيديوهات القصيرة 30 ثانية وال15 ثانية والتيك توك والحاجات دي، ما تستسهلهاش ان يبقى ده نمط حياتك، لان ده حرفيا بيزق الانسان في طريق كده اللي هو بسرعة 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 بسرعة. حتى بقوا بيعملوا الفيديوهات بنظام التقطيع والايديت والحاجات دي، ان حتى اللي بيتكلم طبيعة البشر بياخد نفس، وبقوا بيقطعوا النفس، بيقطعوا حتة التنفسات وحتة الكلمة الهادية بيقطعوها. مع الوقت يا جماعة احنا هنلاقي نفسنا ماشيين في نفق مظلم اسمه السرعة القاتلة. بنجري ليه؟ السؤال المهم جدا، بنجري ليه؟ يلا بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة، ليه؟ ايه الهدف؟ هو الهدف السرعة، ولا الهدف ان انا اكون بحقق بالراحة وبسعى وربنا شايفني بسعى؟ إنما الأعمال بالنيات. أنا نويت يا رب أزكي نفسي، نويت يا رب زي ما أمرتني بالتزكية أنا هزكي نفسي واتطور وابدأ باللي في إيدي. يعني من الاستشارات اللي بتجيلي ستات بتبقى أنا ما عملتش حاجة، أنا ما حققتش حاجة، أنا يا دوب اتجوزت وخلفت وبقالي سنين اللي بنام فيه بصبح فيه، ما بعملش حاجة. كلنا بنقع في الحفرة دي. حضرتك انتي إدارتك لبيتك وحياتك واللي بتباتي فيه بتصبحي فيه ده كان في يوم من الأيام أمله، هدف. فلما نوصل له ما ندوسش عليه علشان أوصل لغيره، لا، حققي السعادة في اللي انت فيه. فعلا حققي السعادة. الست اللي عايزة تجري وتحقق كاريرها بره وتحقق ذاتها بره، هل يا ترى انت حياتك الزوجية مظبوطة؟ هل يا ترى مواقفك مع ولادك مظبوطة؟ ولا احنا بنهرب من ايه ونروح على ايه؟ هل يا ترى إدارة يومك وإدارة بيتك وإدارة ذاتك في يومك انت راضية عنها؟ ولا احنا بنخرب ايه علشان نروح لإيه؟ فبالراحة، بالراحة جدا. والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى ما طالب مننا غير النية والسعي. أي حاجة والأهداف الكتير اللي بتترص في فيديوهات كتير، اعملي واعملي واعملي واعملي، كل ده مش هيتعمل إلا لما بنبدأ بالمتاح ونبتدي نروق حياتنا الأول وندير يومنا الأول، واللي احنا فيه يبقى حلو، اللي احنا فيه يبقى حلو. يعني حضرتك اديني التمام على علاقتك بزوجك وولادك وبيتك ووقتك وعلاقتك بنفسك، وانا اقولك انت هتنطلقي. لكن يبقى خربان وخلاص الكلام اللي داير في الفيديوز وفي القنوات وفي السوشيال ميديا ان عملتي ايه وكاريرك ايه ولازم تحققي ذاتك ولازم احنا بنتزق. الكلام ده مهم، الكلام ده مش هتلاقي حد بيقوله لك الا نادرا.
مش هتلاقي حد بيقولك اهدى، حقق أهداف بالراحة، ابني عادات بالراحة، كن ناجح وكن شخصية في يوم من الأيام في المستقبل، بس بالراحة، ما تدوسش على حاجة عشان توصل لحاجة. وده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل، ده اللي بيخلي ناس من اللي احنا شايفينها عملت كارير وحققت ذاتها بتيجي برضو تعمل استشارات: انا تعبانة، انا مخنوقة، انا في حاجة مش مظبوطة. ليه يا ست الكل؟ ما انت عملتي وسويتي. لا، لان هي داست على حاجات وهي بتطلع. لكن لما ابقى بالراحة وحققت وثبت ووقفت بيتي وحياتي العادية على أرضية ثابتة صلبة، ومنها أبتدي أنطلق واحدة واحدة لتحقيق ذاتي بره، أنا ساعتها ما بقاش بدوس على حاجة علشان أعمل حاجة. وساعتها لما أكون بعمل الجديد بعمله وأنا راضية، لأن القديم مفيش ضحايا ورايا، مفيش خراب سبته، مفيش حاجة فشلت فيها وهي أصل. البيوت والأسر أصل، الحياة اليومية العادية أصل. فبالراحة، فبالراحة أتعلم أعمل لنفسي الحاجات الحلوة الكتير بالراحة. الدنيا مش هتطير. دخلي الرياضة في يومك بالراحة. أنا عملت لكم في الفيديو تقريبا اللي فات ولا اللي قبل اللي فات، اللي هو إزاي أربط حاجات وحاجات. ليه أنا بربط حاجات بحاجات؟ ليه أربط الرياضة بالصلاة؟ ليه أربط شرب المية بالصلاة؟ ليه أربط ترطيب مثلا وتظبيط الإحسان لوجهي والشعري واللبسي أربطه بالصلاة؟ ليه أربط إن أنا أقرأ قرآن بالصلاة؟ أنا بنسهل وبنبسط، وخصوصا في الحاجات الأساسية، خصوصا في الحاجات الأساسية نربطها ببعض، لأن احنا لسه مش على أرضية ثابتة. لسه في ناس لحد دلوقتي بتسأل سؤال: أنا نفسي ألتزم بالصلاة، أنا عايزة أركز في الصلاة، أنا عايزة أبقى مواعيدي مظبوطة في الصلاة، أنا عايزة أعمل حاجات بسيطة في الرياضة. لسه في ناس لحد يومنا هذا مفيش أرضية يقفوا عليها. فمن هنا بقول في وسط الهوجة اللي أنا شايفاها والكلام الكتير المكرر بالمناسبة، إن نهدى شوية، نهدى بالراحة، بالراحة خالص. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى نوايانا، وينظر إلى سعينا، وينظر إلى إن أنا ابتديت بالمتاح، ابتديت بالمتاح، مش جاية على نفسي عشان أعمل حاجة وعمالة اخترع في إمكانيات علشان أعمل حاجة تانية، ولا أحبط لأن أنا ما عنديش فوقفت، لا ده ولا ده. فكل عام وكل إنسان على وجه الأرض بخير، وكل عام وإحنا في روقان وفي هدوء وفي تحقيق أهداف بما يرضي الله وبقوانين ربنا. قوانين ربنا، سحر الخطوات البسيطة، سحر بناء العادات بالراحة، سحر الاستمتاع بالمتاح، سحر الامتنان، سحر الروقان. إننا بالراحة، بالراحة، بالراحة في كل شيء. الدنيا مش هتطير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.